السلام عليكم. انا مستر علي، والنهارده هنشرح ازاي اكتب الايميل سواء انا كنت في سنه 6 ابتدائي او اولى اعدادي او ثانيه اعدادي او ثالثه اعدادي. دايما هو هيديني البيانات دهيت معايا قبل ما ابدا كتابه الايميل بتاعي. ايه الحاجات المهمه اللي انا بحتاجها قبل ما ابدا اكتب الايميل؟ هيدي لك your friend's email is، your friend's email address is، او his email is، او her email is. طيب دي بعمل بهم ايه؟ انا عندي عشان اكتب ايميل 3 حاجات اهم: to وفروم واباوت او سبجكت. ممكن نستخدم كلمه اباوت دي وسبجكت، وبعد كده هكتب دير فلان. يبقى انا علشان اكتب الايميل بتاعي في عندي 3 حاجات رئيسيه او مهمه لازم اكون عارفها. الحاجات ديت انا ما بيبقاش من دماغي خالص. لو انا في سنه 6 ابتدائي هو هيكتب لي في ورقه الاجابه بتاعتي اللي هي ورقه الاسئله برضه تو وفروم واباوت. لو انا في الاعداد هكتبهم انا من دماغي، انما اللي بعدهم ما بيجيبوش من دماغي خالص، انا بجيبهم من البيانات اللي هو بيديها لي. هتلاقي كاتب لي اول واحده تو الى، هتلاقي بعد الكلمه ديت your friend's email address is، او his email is، او her email is. اللي بعدها هختار له نمبر، وليكن مثلا هو كاتب حسن hotmail.com. from من اللي هي بقى هتلاقي your email address is او your email is منك انت بقى، مثلا علي @gmail.com. about عن هتلاقي هو كاتب لك tell him او tell her او telling her about كذا. about او subject الموضوع اهو. الموضوع بتاعي اللي هو ايه؟ مثلا visit to the zoo، visit to the zoo. يبقى عشان اكتب ايميل عندي 3 حاجات مهمه لازم اكون عارفها. اول حاجه تو معناها ايه؟ ده الشخص اللي انا هبعت له العنوان الايميل بتاعي، هجيبها من بعد كلمه your friend's email address is. اللي بعد is هنقله واحطه نو. his email is اللي بعد is هشيله واقله واحطه نو. her email is هو في اول واحده. طيب from من مين انا؟ هو هيقول لك your email عنوانك انت بقى، واللي بعد your اللي بعد is هبقى اقول له اهو، او your email is، او لو الراجل اختصر خالص وقال لك yours is او الايميل بتاعك هو كذا. اللي بعد كلمه about tell him او her او telling her about. اللي بعد about اهو هحطه بره بعد كلمه about او subject. طيب ده فلان بكتب اسم صاحبي، هيقول لك your friend's name، هتلاقي هو كاتب لك كده مثلا هنا بقى حسن، وهنا هكتب الاتش كابيتال مش الاتش سمول. خلي بالك في العنوان انا كتبت الاتش بتاعت حسن سمول زي ما هو كاتبها في العنوان بالظبط، انما هنا دي فلان اللي هو اسم صاحبي حسن وهكتب الاتش كابيتال لان حسن هنا بقى اسم الشخص، دي حسن، واقوم حاطط قامه صغيره بعد الاسم، وهبدا اكتب المقدمه بتاعتي. وفي مقدمه ثابته تنفع على اي موضوع بقى، سواء الموضوع كان كويس او سيء او اخبار كويسه او اخبار كده. hello again, it is time to send you my latest news. ده المقدمه بتاعتها اهيت. المقدمه ديت الميزه بتاعتها ان هي تمشي سواء الموضوع سلبي او ايجابي، بكتبه وانا سعيد او انا حزين، لان ممكن اكتب ايميل عن اختك اللي هي تعبانه في المستشفى او عن زياره لحديقه الحيوانات. يبقى المقدمه ديت تمشي مع اي موضوع. طبعا ممكن اطول فيها لو انا بقى في الاعداد، ممكن I haven't seen you my lips for a long time so it's time to send you my lips. عادي بقى اطول في المقدمه بتاعتي زي ما انا عاوز، بس اهم حاجه ان انا بسيب مسافه كلمه كاني بكتب باراجراف بالظبط عادي، وفي السطر الثاني ببدا عادي بقى وبكمل. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بكمل الايميل بتاعي وكانه باراجراف عادي جدا خالص. كل الملاحظات اللي احنا قلناها على الباراجراف هنطبقها هنا كانه باراجراف عادي جدا خالص، هو نفس الموضوع اهوت هكمله، ولكن هاجي هنا ايه في الاخر خالص واقوم كاتب الخاتمه سي يو سون، اراك لاحقا. اي خاتمه انت عاوزها بقى، او سي يو ليتر او ويز ماي بيست ويشز او رايت تو مي سون، اي خاتمه او جمله تنهي بيها الايميل بتاعك اللي انت عاوزها. وهكتب يورز اسمك انت بقى تحتها يورز ومالوش فيها بالصرف، محدش يحط لي يورز ويحط لي فيها بالصرف يا جماعه. يورز واي او يو ار اس وبعدها قامه، وبكتب انا اسمي تحت اسمي بقى وهحط له بردك بحرف كده. انا اسمي دايما هو اللي بيتكتب تحت، دايما يا جماعه اللي بيمضي تحت في اخر الكلام. فاللي فوق ده اسم صاحبي واللي تحت ده اسم انا، ده هو الايميل.
الايميل اهوت في 4 حاجات رئيسيه. تو الى هجيبها من بعد يور فريندز ايميل ادريس از، وهنلاقيها هنا. فروم من انا من عنوانها هتلاقي يور ايميل، هتلاقي في كلمه يور يبقى هاخدها لفروم. اللي بعد كلمه اباوت هيبقى بعد كلمه اباوت او سبجكت على حسب ما انت هتكتب. اللي بعد كده هو اسم صاحبي، وبكتب المقدمه بتاعت الايميل ثابته، واللي هنا اللي هو جسم الايميل نفسه هو الباراجراف اللي احنا كتبناه قبل كده. وبعدين في الاخر هكتب الجمله الختاميه ديت في نص سطر سي يو سون ويورز فلان، وهكتب اسم انا في الاخر هامدري. هو ده الايميل لسته ابتدائي وللمرحله الاعداديه اولى وثانيه وثالثه وحتى للمرحله الثانويه الايميل ثابت، وهو ده الملاحظات اللي احنا عندنا عليه. حد عاوز حاجه؟ اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله في الموضوع بتاعنا. السلام عليكم.